المغرب كان يسمى ملك اليهود. هاي العبارة ملك اليهود وهاو اسمه الرشيد، وهذه غريبة بالك ادعاء ولا يزيدوا عليه ونوسعوا المصادر والنطاق الزمني للبحث باش نعرفوا شكون هو هذا الرشيد. نبدو في قصة استيلاءه على مدينة فاس وين نلقوا الرشيد. دخل حي اليهود ليلا إلى دار يهوذا منساني الذي كان رئيس الطائفة اليهودية، ومنها من دار هذا يهوذا أعلن قيام الدولة العلوية في العاصمة فاس. ويقول هذا المؤلف: كان الرشيد يكن لبني إسرائيل حبا جما، والدليل على ذلك أنه قضى أول ليلة له بفاس ببيت رئيس الطائفة اليهودية بملاح فاس جودا منسانو، لتتم له في الغد السيطرة على مجموع المدينة. وبلغت علاقته مع اليهود حدود الجودة، بل تعدتها إلى بلوغ درجة أسطورية، حيث أصبح يطلق عليه صديق اليهود. إذن عندنا مؤسس الدولة العلوية اسمه الرشيد بن شريف، قضى أول ليلة من تأسيس إمارته في بيت اليهودي منساني في حي اليهود بفاس، وهو صديق اليهود وهو ملك اليهود، وهذا في تاريخ 6/6/1666. وهنا تقدر تخيل رمزية وقداسة الرقم 6 عند الجماعة اللي تقدر تشوفوا في هويتهم في دينهم وفي عقيدتهم. وكيمات الرشيد المؤسس هذا حكم خوه اسماعيل بن شريف، واحنا متشوقين به نعرفوا اذا كانت الصفات اليهوديه اللي شفناها في الرشيد هذا خاصه بميوله الفردي ولا تاع العائله كامل. والجواب الصادم هو انه اسماعيل كانوا يقولوا عليه المراركه في وقته، يقولوا عليه السلاله اليهوديه او العائله اليهوديه. هاي النصوص كابتشير هزوا ترجم، ودرك نخلي لكم المصادر لتحت، وهذا على لسان المراركة يعني المسلمين اللي كانوا يقولوا هكذا. وفي فترة حكم اسماعيل بن شريف هذا صارت مواقف تقريبا تؤكد الهوية الدينية تاع السلطة آنذاك، لما تقرأ أنه اليهود ولوا قادرين على دخول المساجد دون نزع أحذيتهم دون أن يؤاخذهم أحد على ذلك، وهذه غريبة ياسر. كاين انقلاب في الموازين صرا بصعود هذه العائلة في المروة. وأيضا يقول نفس المصدر أنه اليهود أصبحوا قادرين على اقتحام المتاجر في فاس ويسرقوا ما فيها دون أي انتقاد. ونزيد نقر لهنا: في عهد اسماعيل العلوي أصبح يوم السبت هو اليوم الذي تقفل فيه الموانئ المغربية بدل يوم الجمعة، يعني سبت اليهود أصبح مقدس على جمعة المسلمين كيوم راحة وعبادة للعمال في الموانئ. نحكوا على سنوات 1600، يعني من حقنا نتعجبوا ولا خلاص واضحة. وها هم مستشاري الظل عند اسماعيل العلوي هذا كانوا يهود، كما أوكل لليهود إدارة ممتلكات الدولة يعني داخليا وتسيير الشؤون الخارجية. وأنا تقريبا وقفنا على صورة صادمة لبداية هذه الدولة العلوية في المغرب الأقصى، ولعل الصادم فيها لحد الآن هو مبيت أول ليلة في العاصمة فاس في بيت كبير اليهود، وإعلان قيام الدولة من ذلك الفناء